السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معنا ركنة 3 قطع، هوريكم الشغل اللي هيتعمل فيها وكمان هوريكم البضاعة اللي بننجد بيها. أول حاجة الشغل دوت فيه الضلوع اللي انتوا شايفينها أو التشريح اللي انتوا شايفينه ده. الموديل بتاع الركنة ديت فيه تشريح في الصدر كده وفيه تشريح كمان في الظهر. التشريح دوت كان زوجي شرحه بالتفصيل على قناة فنون التنجيد. طريقة عمله طبعا احنا بنعمله في الورشة مش بنعمله في المصنع لأسباب معينة هتعرفوها في الفيديو للي حابب يروح يسمع الفيديو. بعد كده طبعا هو هنا زوجي قص الزيادة من السفنج اللي اتخيط دوت، وهيروح يقفل الجنب بتاع الركنة على المكنة. طبعا هتشوفوا دلوقتي على المكنة وهو بيخيطه، وهتشوفوا كمان لما يجي يلبسه. ده الشكل اللي بيطلع بتاع الصدر زي ما انتم شايفين كده. هنا الخشب بتاعنا خشب زان، ده خشب الركنة كله خشب زان. هنا الأرضية اتعملت، هوريكم الأرضية بتتعمل ازاي. والصدر بتاع الركنة زي ما انتم شايفين اللي هي الضلوع أو التشريح اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده. الجنب ده مفيهوش تشريح لأن ده هيبقى لازق في الركنة في الجنب التاني بتاع الركنة أو الجزء التاني بتاع الركنة، فمش هيبان أصلا، فمش هيتعمل فيه تشريح. تمام، ده شكل الأرضية كده بعد ما اتكست واتشطبت. تعالوا بقى نشوفوا البضاعة بتاعتنا هنا. احنا قلنا ان الخشب بتاعنا خشب زان. اول حاجة الأرضية بيتشد عليها استك زي ما انتم شايفين، استك البرنس، وطبعا كنا مصورينه في فيديوهات سابقة للي حابب يعرف نوع البضاعة النظيفة. بعد كده بتحط عليه سفنج بوصة. السفنجات عندنا سواء أرضية سواء دهور سواء دراعات، اي رفايع عندنا بتبقى بفضل الله كثافات عاليه بنهتم بيها، يعني مش مجرد ان هي رفايع ملهاش لازمه، لا، كل حاجه بنهتم بيها وبنهتم تكون كثافتها عاليه. زي ما انتم شايفين كده الارضيه كانت سفنج بوصه 2 سنتي، والظهر والدراعات بيبقى سفنج 5 سنتي. طبعا هتشوفوا معانا في الفيديوهات الجايه. هنا بقى الجزء اللي زوجي قصه بالمقص بيقفله وبيقفل القماش بتاع الركن عشان يعملوا زي التلبيسه كده. تمام، شايفين هنا اهو لبس البوز اللي هناك وبيلبس البوز ده. هيبدأ بقى يشد الاربع جناب ويدبسهم عشان تبقى زي الجزء اللي انتوا شفتوه في البدايه، اللي هو اللي انا صورته بتاع الركنه، الجزء اللي في النص ده. طبعا هنا الجزء اللي شغال فيه دوت ليه دراع. الجزء اللي في النص كان من غير دراعات خالص، انه هيتحط في النص، وفاضل الشازلونج كده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة.